بسم الله الرحمن الرحيم. ريال مدريد بيفشل في تجاوز عقبة إلتشي في مباراة عرفت جدل تحكيمي كبير. الفريق الملكي كان طول الماتش عبارة عن رد الفعل قدام إلتشي اللي قدم ماتش كبير وقدر إنه ياخد نقطة من ريال مدريد. طبعا الريال ما قدرش يطمن جمهوره في المباراة وزود الشكوك وبقى بيغازل الأزمة بشكل رسمي. ريال مدريد كان طول الماتش بيجري ورا إلتشي اللي كان فايق جدا، وفي الدقيقة 87 أنقذوا نقطة بالعافية حفظت ليهم الصدارة بفرق نقطة عن برشلونة. بس دي زي ما بنقول كده تصبيرة ما تقدرش تغطي أو تداري على إن الريال بيمر بفترة سيئة، والدليل إنهم بقالهم 3 ماتشات مش عارفين يذوقوا طعم الفوز. باختصار الأزمة بتخبط على باب الملكي. المدرب تشافي ألونسو اللي عارف إن كل عيون المدريدية عليه قرر إن هو لو هيغرق يبقى يغرق بأفكاره هو، وأفكاره في ماتش إلشي كانت إنه يلعب بخطة 3 ورا بعيدا عن الغيابات ويطير الظاهرين ويملأ نص الملعب، ودي كانت مفاجأة لكل الناس في ملعب مارتينيز فاليرو. نزل طبعا بتشكيلة من غير فينيسيوس ولا فالفيردي وسلم مفاتيح اللعب لسيبايوس. الأطراف كانت ترينت أرنولد وفران جارسيا، ورودريجو هو اللي كان جنب مبابي. الفكرة كانت واضحة بس التنفيذ في الملعب أثبت إن الاختيارات دي ما كانتش أحسن حاجة، وده لأنهم اصطدموا بفريق إلتشي اللي عايز يلعب كورة وما يهموش مين اللي قدامه سواء الريال أو برشلونة أو حتى السيتي. طبعا المباراة عرفت جدل تحكيمي كبير، طبعا من ضمنها لقطة الهدف الثاني اللي سجله طبعا إن الريال في الدقيقة 87 قبل نهاية الوقت الأصلي بحوالي 3 دقايق. سال الكثير من الحبر في الصحافة الإسبانية بعد المباراة عن الهدف الملغي، وحبينا نجيب رأي خبير التحكيم جمال الشريف في يعني اللقطة دي، وهل الهدف شرعي أم لا، وده اللي هنعرفه مع بعض في اللحظات المقبلة. الشريف بدأ يحلل اللقطات ويتكلم في أول لقطة عن ضربة الجزاء اللي طالب بيها ريال مدريد في أول الشوط الثاني، وقال إن كان في كرة مرفوعة جوه منطقة الجزاء وحصل احتكاك بين راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد ومدافع إلتشي هيكتور فورت. قال إن كان في مسك متبادل بين الاتنين، يمكن كان أوضح شوية من مدافع إلتشي، بس المسك ده ما كانش مؤثر خالص لأنه ما منعش أسينسيو إنه يلعب الكرة برجله اليمين ولا عطله ولا أخر حركته عشان المسك يتحسب فاول. لازم يكون بيعيق أو بيمنع اللاعب، وده ما حصلش. طبعا الشريف شايف إن قرار الحكم باستمرار اللعب صحيح 100% ولا وجود طبعا لضربة جزاء. بخصوص هدف التعادل القاتل في الدقيقة 87 اللي سجله جود بيلينجهام بعد التمريرة من كيليان امبابي، الشريف حسم الجدل في نقطتين. أولا خروج الكرة، أكد إن امبابي لحق الكرة قبل ما تعدي خط المرمى بكامل محيطها، ودي نقطة ما فيش خلاف عليها. الحالة التانية أو النقطة التانية الاصطدام بين فينيسيوس وإنياكي بينيا. قال إن قبل الجون فينيسيوس مد رجله عشان يلعب الكورة وحارس إلتشي هو اللي نط ناحيته عشان يحاول يبعدها بإيده، واللي حصل ده كان تصادم خفيف وتنافس طبيعي على الكورة. الحارس هو اللي رمى نفسه بتهور من غير ما ياخد باله من سلامته، وفينيسيوس ما عملش أي مخالفة. بالتالي الجون صحيح وسليم، مفيش فاول والكرة ما خرجتش بره الملعب. ده على حد قول جمال الشريف. نروح لآراء خبراء التحكيم في أسبانيا على نفس المباراة طبعا ونفس اللقطات. لقطة جون التعادل يعني كانت ترند بصراحة في أسبانيا. بتوع إلشي كانوا هيتجننوا، حتى التصريحات الرسمية للمدرب بعد المباراة بتقول إنها فاول، وكان لازم إن هو يحتسبها الحكم ويلغي الهدف عشان الكرة خبطت قبل الجون ما يجي. طبعا في يعني فينيسيوس ارتطم بالحارس. طبعا في برضو شكوك حوالين هدف الأول بسبب وجود لمسة يد على جود بلينجهام، دي ما تكلمش عنها جمال الشريف، ولكن حساب أرشيفو فار على منصة التواصل الاجتماعي إكس، طبعا حساب أسباني مشهور، أكد إن جول الريال الأول سليم وقرار الحكم صح 100%، لأن طبعا لمسة اليد مش مقصودة.
وجات من زميل، يعني اللاعب اللي جاب الجون مش هو اللي سجلها بإيده مباشرة أو اللي لمست في إيده، وبالتالي اللعب كمل عادي وما فيش مخالفة. الكرة خبطت في بلينجهام وكملت لزميله اللي سجل، يبقى قانونا الجون شرعي ومحدش يقدر يتكلم عليه. ده على رأي طبعا أرتشيفو فار. والنقطة التانية، أغلب الخبراء قالوا على مطالبة اتش فاول طبعا لصالح إنياكي بينيا وإلغاء هدف بسبب أو بحجة إن فينيسيوس ارتكب خطأ. فينيسيوس كان بيلعب على الكورة والحارس هو اللي رمى نفسه، يعني نفس الكلام بتاع جمال الشريف تقريبا. وبالتالي ما فيش أي مشكلة. حتى إيتورالدي جونزاليس في إذاعة كادينا سير قال كده، وشايف إن قرار الحكم باحتساب هدف الريال التاني صحيح. وارتشيفو فار شايف برضو إن هدف الريال صحيح. وطبعا تطرقوا برضو لحالة الطرد اللي في آخر المباراة لفيكتور تشوست لاعب إلتشي، وطبعا الكل شايف إن الطرد مستحق عشان وقف هجمة خطيرة ودخل بتهور. طبعا يعني الخبراء التحكيم في اسبانيا بروا ذمة الحكم هرنانديز ميسو في المباراة. وتورالدي قال ان الحكم طبق القانون بحذافيره بالذات في لقطة لمسة اليد. والصحافة المدريدية ما تطرقتش كتير للكلام عن التحكيم، مركزة أكتر على وضع الفريق والتعادل المخيب والاستمرار في تضييع النقط أكتر ما هم مركزين طبعا على الحكم وكلام من ده، لأن المرة دي القرارات كانت ماشية بالقانون وما فيش ظلم واضح ولا واقع على ريال مدريد. ده كان آراء طبعا التحكيم سواء عن خبير جمال الشريف أو في أسبانيا. خلونا نرجع تاني نتكلم عن المباراة ونقول طبعا المباراة بانت من أول دقيقة إنها مباراة الغلطات. الفريقين ضغطوا على بعض عشان يستغلوا الأخطاء. إلتشي هو اللي لقاها مرتين لولا إن كورتوا والمدافع دين هاوسن شالوا أهداف محققة. الريال كان بيعاني عشان يفرض أسلوبه، والأصعب كان إنه مش عارف يقفل دفاعه صح. كل كرة بتترمي في ظهر الدفاع كانت بتمثل خطورة. كورتوا تألق تاني بعد نص ساعة ومنع هدف. ده فوق الريال شوية وردوا بورستين لمبابي اللي هو كان يعتبر مكمن الخطورة الوحيد لريال مدريد. بس الحارس إنياكي بينيا تعامل مع كل الكرات ببراعة. والشوط الأول كان سريع وفيه فرص بس خلص بدون أهداف. والشوط التاني طبعا كان شوط الإثارة كلها. بدأ بتألق جديد من إنياكي بينيا قدام تسديدة رودريجو، بس إلتشي هو اللي افتتح التسجيل. أليكس فيباس جاب الجون الأول في الدقيقة 53 بعد جملة حلوة كشفت عيوب دفاع الريال تاني. هنا تشابي ألونسو قرر يغير كل حاجة ونزل فينيسيوس وفالفيردي وكامافينجا دفعة واحدة. الريال ضغط بس من غير فاعلية، وإلتشي استغل المساحات وكان عايز يزود. ألونسو رمى ورقته الهجومية الأخيرة ونزل جونزالو جارسيا مكان أردا جولر. الريال كان عايز بس مش قادر لأنهم ما كانوش بيلعبوا كورة أصلا. الحل كان في الكرات الثابتة، ومن ركنية قدر المدافع دين هاوسن يجيب التعادل في الدقيقة 78. الجون ده بدل ما يفوق الريال حمس إلتشي أكتر، وفعلا خطفوا الجون التاني في الدقيقة 84 عن طريق ألفارو اللي هو لاعب الريال السابق طبعا زي في بس. الريال كان شكله خلاص خسران، بس بلينجهام ظهر في الكادر وسجل التعادل على الهدف المثير للجدل اللي قلنا عليه. طبعا اعتراضات وكلام من ده، والحكم راح شاف الفار وفي الاخر احتسب الهدف. الدقايق الاخيره طبعا كانت هتحبس الانفاس. الفرقتين كانوا ممكن يسجلوا رغم ان إلتشي كمل ب10 لاعبين بعد طرد تشوست. وفي الاخر النتيجه فضلت زي ما هي، والريال انقذ نقطه بس. الونسو مدريد واقف على حافه الهويه. رأيكم إيه في قرارات الحكام في أداء الريال في قرارات ألونسو؟ المايك معاكم، مستني آرائكم وتعليقاتكم ودعمكم لينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.